النهارده هنكلمكم على وجبه الغداء. لازم نركز في وجبه الغداء لان هي دي الوجبه الوحيده خلال اليوم كله اللي مسموح لنا فيها بنشويات. عايزكم تاكلوا بروتين ونشويات الاثنين. هي انواع النشويات اللي ممكن ناكلها، ممكن ناكل رز، بطاطس، بطاطا، شوفان او عدس. هم دول بس اللي مسموح بيهم، واي نوع تاني من انواع النشويات مش مسموح بيه خالص. وبرضه عشان ناكد تاني، اي نوع من انواع النشويات اللي احنا قلنا عليها دي ممنوع يبقى مطبوخ في زيت او سمنه او اي نوع من انواع الفاتس. يعني لو بطاطا او بطاطس ممكن احطها في الفرن عادي جدا كده تبقى بيكت ما فيهاش اي مشكله. اذا رز يبقى ستيمد او مسلوق. انا بقول لكم ايه اللي مسموح بيه كنشويات، بس انتوا ممكن تنوعوا وتغيروا في الغداء زي ما انتوا عايزين. حاولوا تغيروا كومبينيشنز كتير جدا من الاكل. يعني مثلا البروتينز عندنا سمك، فراخ، لحمه، اي نوع من انواع البروتينز دي مسموح بيه. وممكن اكل معاه اي حاجه من الخمس حاجات اللي احنا قلناها دول. مثلا ندي اكزامبل لغدا، مثلا فراخ مشويه، شويه رز صغيرين مسلوقين، وطبق سلطه صغير. ممكن اكل حته لحمه مشويه ومعاها طبق خضار صغير وشويه رز او بطاطا، مسموح جدا. والنهارده برضه هننزل لكم بوست فيه اوبشنز كتيره للغدا عشان ما تزهقوش برضه من الغدا اللي احنا بنتكلم فيه.